اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا شكل التورتاية بتاعت النهاردة يعني في ناس تشوفها معقدة شوية. لا، أنا هقول لكم النهاردة الطريقة بتاعتها بمنتهى البساطة، وهتشوفوا الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي. يلا بينا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا يا بنات انا هنا خبز زي ما انتم شايفين، ده 300 جرام من الدقيق الاسبونج. الحلة دي مقاس 20. تمام. هنا انا جبت 300 جرام دقيق اسبونج، حطيت عليهم 3 بيضات وربع كوبايه ميه ومعلقه محسن جل وشويه فانيليا سائله صغيره. بعد ما عملنا الكلام ده كله، ضربنا كل الكلام ده على بعضه في العجان، وحطيت عليهم كمان معلقه صغيره من الخل. تمام. بعد طبعا ما الخليط زاد وارتفع معايا، بقوم جايه اذا كنت هخبزه فانيليا بسيبه زي ما هو فانيليا. انا بشتغل بسبونج فانيليا. تمام. يا اما لو هشتغل عليه كاكاو بقوم ضايفاله معلقه كاكاو وبضربه ضربه خفيفه كده، بيبقى النتيجه هي زي ما انتوا شايفين كده وزي الفل. طبعا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده انا ببتدي اقطع. طبعا بعد ما دخلت الفرن الكيك قعدت في الفرن هنا نص ساعه. اول ما بتخرج من الفرن بسيبها لما تبرد خالص او قبلها بيوم، وتاني يوم ببتدي اشتغل فيها. هي دي كانت في الفرن. فدي التورتايه دي يا بنات جت على طول، يعني بمعنى هي اتصلت العصر وقالت انا عايزاها بعد العشاء. وطبعا النهار قصير فانا اشتغلت فيها على طول زي ما انتوا شايفين كده، وسبتها تبرد على مهلها خالص. بعد ما بردت ابتديت ان انا اشتغل فيها. هي مش تاخد معايا وقت، الحمد لله رب العالمين، هي مش تاخد معايا وقت. لكن طبعا لو انت ست بيت ولسه في الاول هتاخد معاكي شويه وقت. فهنا اقولك على شوية تكات برضو كده بسيطة وسهلة، بحيث ان انت تشتغلي بسهولة. هنا اللي في العجان ده دي كوباية من الشانتيه. كوباية واحدة من الشانتيه حطيت عليها 3 معالق سكر، وحطيت عليها شوية كاكاو باودر، وحطيت عليها شوية صوص شوكولاتة، اللي هو جناش الشوكولاتة. ان شاء الله هعمل لكم فيديو واقول لكم الطريقة بتاعته. بجيب كيس بلاستيك وبلبسه بالشكل ده، وبحط برضو الكيك زي ما انا شايلاه بالترتيب بتاعه. يعني مش مثلا هلخبط الادوار بتاعته، لا، اللي تحت دي هي كانت اللي هي قعدت فعلا الكيك بتاعنا. تمام. يعني مكانها بحطها، وبحط كده شوية زي ما انتوا شايفين، باخد كده بالمعلقة واحط شوية من الشانتيه المضروب. طبعا يا بنات احسن طريقة ان انت تحطي الادوار فوق بعض وتطلع معاكي مظبوطة وسهلة وسريعة معاكي في الوقت، هو الكيس البلاستيك اللي انت تحطيه في الحلة اللي انت خابزة فيها. تمام. حطيت شويه كده من مكسرات صغيرين وشويه شوكليت شيبس وشويه صوص شوكولاته. وهنا بحط تاني دور زي ما انتوا شايفين كده، بحط شويه سيرب كده، وببتدي برضو نفس اللي عملته في الطبقه الاولانيه هعمله في الطبقه التانية. انا عاملاها 3 ديسكات بس. تمام. وهحط برضو شويه كده مكسرات وحاجات بسيطه كده، يعني مش حطها، هي مش طالبه حشو اوفر قوي، لا ده حاجات بسيطه وشويه كده صوص شوكولاته. وادي الطبقه كمان التالتة، هحط كده شويه من السيرب بتاعنا. تمام. انا هنا يا بنات ما دخلتهاش الفريزر ولا اي حاجه، انا مستعجله زي ما قلت لكم. وطبعا النهار زي ما انتم شايفين النهار قصير، وهي قالت لي عشان خاطري اعمليها لي، انا محتاجاها ضروري. فقلت لها حاضر. طبعا بعد شويه كده قلت لها حاضر هعملها وربنا يسهل. قالت لي هاجي اخدها مثلا على بعد العشاء. قلت لها لا، ما تجيش تاخديها غير لما اخلص، انا ما بحبش حد يجي ينتظر الاوردر بتاعه. تمام. هنا زي ما انتوا شايفين انا هنا ده التب اللي هو اللي بعمل الورد المقفولة. هنزل لكم شكل التب ده عندي هنا على هثبته ان شاء الله عندي هنا على القناة عشان تعرفوه. حطيته كده، وحطيت كمان الشانتيه في الكيس الحلواني زي ما انتوا شايفين كده، عشان سهولة الموضوع، ان الموضوع يبقى سهل. طبعا تقدري ان انتي تحطي في كيس تلاجة، مش شرط ان انتي في كيس حلواني. تمام. تقدري تحطي في كيس تلاجة عادي، ماهيش مشكلة خالص. ببتدي كده انا ابتدي اشتغل في التجليس. طبعا يا بنات هتبص تلاقي في حتت ما فيهاش كريمه، في حتت هتلاقي فيها زي فقاعات هوا كده، يعني في حتت فيها هوا. طبعا لازم ان انتي تظبطي الاول كل الكلام ده. طبعا هنا انا بظبط كده الواجهيه الاول من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هجيب السكلابر وهظبط كده زي ما انتوا شايفين كده. هسحب كده بالراحه خالص زي ما انتوا حضراتكم شايفين. طبعا هتبصوا تلاقي هنا الكيك في حتت فيها بانت. هرجع بقى اجيب شنطة تاني وابتدي احطه زي ما انتوا شايفين كده.
المسألة سهلة، مش مفيهاش اي تعقدات خالص، يعني مسألة سهلة وبسيطة، يعني ما تعقدوش الدنيا ان الدنيا صعبة شوية، لا، الدنيا سهلة. بس احنا لما طبعا مع ان احنا نشتغل كتير شوية على نفسنا هتبصوا تلاقوا الدنيا بقت سهلة معاكم. هنا كده انا بجلس التورتاية وبساوي وشها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي كده اجلسه خالص لغاية لما احس ان اداني النتيجة اللي انا اكون راضية عنها لتجليس التورتاية بتاعتي. تمام. هجيب كده المشط السكرابر او السكرابر المشط بالشكل ده واعمل شوية خطوط كده بسيطة كده. تمام. وهساوي برضو، هحس كده ان الوش بتاعها برضو عايز يتساوى، فهسويه برضو بالسكرابر. تمام. عشان انا عايزة زي ما قلت لكم نتيجة تكون كويسة واكون راضية عنها. شايفين انا بساوي، بحاول ان انا اساوي، عايزة نتيجة حلوة. تمام. هجيب هنا برضو المشط تاني وابتدي ان انا اساوي من الاجناب كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام. طبعا يا بنات عشان الوش ده يتساوى معايا ويكون تمام، انا بعمل ايه؟ انا بجيب السكلابر وبغسلها خالص، وبيكون فيها شوية من المية بسيطة كده، وببتدي املس كده على التورتيه من فوق بسويها. هتبص تلاقيها طالعة معاكي متساوية وزي الفل. هنا ببتدي بقى اشيل بقى اي زيادات على البورد بتاعنا او قاعدة التورتاية بالشكل ده كده، قبل طبعا ما همسحها، يعني لسه همسحها تاني. تمام. وهنا بقى كنت بزود شانتيه في كيس الحلواني عشان اللي هعمل بيه الوردات، وهعمل بيه شكل التورتاية بتاعتنا. تمام. شكل التورتية دي انا عملته كتير قوي عندي في الجروب، وناس كتيرة طلبته مني. اول مرة جايز اكون بعمله على القناة هنا، بس من الطرق بجد الجميلة الهادية الرقيقة، وفي نفس الوقت كانت شغالة كويس قوي ما شاء الله اللهم بارك، كانت حلوة جدا يعني. تمام. المكونات سهلة وبسيطة قوي قوي يا بنات، يعني انا عملت من حاجات بسيطة تورتاية جميلة زي الفل زي ما انتم شايفين. هنا بوريكي ازاي انا بعمل الوردة المقفولة بالتب ده. شايفين؟ سهل وبسيطة خالص. شايفين؟ هبتدي بقى اعمل بقى روزيتات زي ما انتوا شايفين كده. بعض روزيتا كده خفيفة يعني. وبعد كده هبتدي دلوقتي ان انا هحزم بقى التورتيه من فوق، هعمل لها داير ما يدور روزيتات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ شايفين شكل الوردات حلو ازاي؟ شكلها شيك وكمان هادية. شايفين؟ بعمل بقى كده داير ما يدور كده. هعمل ايه؟ هعمل كده هحزم التورتيه بقى من تحت، فبعملها كده بالروزيتات زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك، كل ما بحط لها حاجه كل ما التورتيه بتبان اكتر معاكي. ومكونات سهله وبسيطه. احسبي كده الكلفه بتاعه التورتيه بتاعتك هيبقى شكلها ايه. طبعا انا دلوقتي هدخلها الفريزر شويه، عشان طبعا انا محتاجه ان هي لازم تدخل الفريزر عشان الكريمه بتاعتي تشد. تمام. واعرف ان انا اشتغل واحط صوص الشوكولاته او جناش الشوكولاته بتاعنا. تمام. جناش الشوكولاته يا بنات ان شاء الله هعمل لكم فيديو باذن الله ليه، وهوريكم انا بعمله ازاي، لان طلب مني قبل كده. هحط كده جناش الشوكولاته بالشكل ده، وعملت هنا نزلت كده، عملت دربات داير ما يدور التورتيه بتاعتنا. وهنا بظبط بقى الدنيا بقى بحيث ان في لو مفيش حته فيها يعني بظبط الدنيا خالص كده. تمام كده. تمام. طبعا يا بنات بتهيألي مفيش اسهل من كده ولا شرح اسهل من كده. وطبعا اللي اي سؤال يكتب في الكومنتات وانا والله هجاوب عليه. اي حد ليه سؤال او ليه اي حاجة يكتب في الكومنتات وانا هجاوب عليه. طبعا ده القالب السيليكون اللي هو على شكل بابلي. انا بحط ربعه بس عشان عايزاه يعني بالشكل معين ده، مش عايزاه يكون كبير او اوفر يعني، لا انا عايزاه بالشكل ده كده بس. وبقية القوالب دي برضو قوالب سيليكون. وهنا برضو الحروف بتاعة الاسم انا عاملاها من القوالب اللي هي السيليكون، بس بشوكولاتة ابيض، والتانيين بشوكولاتة بني. تمام كده. كتبنا الاسم، وبعد ما كتبنا الاسم كنت حطيت قبلها الشوكولاتة. تمام. وشكلها هادي ورقيق وحاجة جميلة بجد بجد بجد. دي يا بنات على فكرة ممكن تقضي 10 أفراد، يعني 10 أفراد لو انتي قطعتي دي تقطيع صح هتبقى معاكي 10 على 10.
هنا انا محتارة احط الكونو فين. زي ما انتم شايفين يمين شمال يمين شمال، يعني بصوا يمين شمال، لا يا ماما ما تحطوش كده، لا حطي كده. هنا انا حطيت بقى ايه، ما حطيتش كونو خالص وحطيت شوكولاتة مارو. وده الشكل النهائي للتورتاية. اتمنى تقولوا رايكم فيها، واوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وتقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد. ويا ريت تقولوا كمان رايكم في قناتي وفي المعلومات اللي بقولها. اقول لكم في رعاية الله، السلام عليكم.